وهذه الحلبة الفلسطينية على أصولها. بسم الله. يا الله جماعة، من دون والله من دون حلفان، في أشياء ممنوع تتغير، لازم تظل زي ما هي، وهذا الشيء منها. بصراحة كل الاحترام للإنسان، لأول إنسان سوى الحلبة هذه، الحلبة الفلسطينية الصح. كاستين طبعا سميد ناعم. بسم الله. يعني استخدمت 600 جرام كاسة طحين في نفس الكاسة اللي استخدمنا فيها السميد. بسم الله. ملعقة كبيرة طبعا حطيت حبة سودا، وملعقة كبيرة سمسم محمص، ملعقة ينسون، قللت كمية اليانسون عشان ودي طعم الحلبة يطغى، ملعقة خميرة كبيرة، وملعقة بيكنج باودر كمان كبيرة، كاسة زيت زيتون صغيرة، مهم جدا زيت زيتون. بسم الله. ملعقتين كبار سمنة عربية، سمنة أصلية، سكر ودي 3 معالق كبار، 1 2 3، شوية ملح، 3 معالق كبار حليب بودرة 2، وهي الثالثة. هذه حلبة نقعتها 6 ساعات، غيرت عنها المية مرتين، طبعا يفضل يوم كامل ننقعها، بخليها تغلي 10 دقائق. من المهم جدا ان الحلبة تكون ذايبة، معنى الحين بوريكم، اذا ما كانت ذايبة كل شيء بيخرب. طيب بنصفيهن بالشكل هذا. طبعا من المهم اللي كنت اوريكم اياه انها تذوب معنا بالشكل هذا، تكون ذايبة. كاس صغير من الحلبة اللي طبخناها ونقعناها، وراح ابدي عملية البس اللي هي بالشكل الدائري. بسم الله ما شاء الله، الشيء الأصلي أصلي يا عمي، جدادنا فنانين. بضيف تقريبا كاسة من مية الحلبة، وتدريجيا يعني عبال ما تصير معي القوام، عبال ما يصير معي شبه العجينة، يعني يمكن أحتاج أكثر من كاسة. طبعا كمان بعد ما غلت الحلبة غيرت ميتها كمان مرتين، يعني غيرتها 4 مرات بشكل عام. ما شاء الله شايفين القوام بدأ يصير معي. بسم الله. طبعا دهنتها بطحينة، ممتاز بالشكل هذا. هذا لوز بكون منقع طبعا في مية حامية عشان يتقشر معي، ومنها ما بينحرق، بحطه بالشكل هذا. كذية جاهزة معنا، بندخلها على الفرن تقريبا 40 دقيقة على درجة حرارة 160 من تحت ومن فوق. بسم الله. للقطر وديه كاستين سكر، قبالهن كاسة ونص مية. بسم الله. عصرة ليمون صغيرة، 10 دقايق بكفيهن، ما ودهن أكثر من 10 دقايق، بس يبدأ يغلن وخلاص. ممتاز. بقطعها كذية. يا الله يا الريح يا جماعة، ريحة الحلبة عبت الدار، بس عادي أنا بحبها وبموت فيها موت هذه. وبحط عليها القطرة الحين. اللهم صل على سيدنا محمد يا جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله يا هيبة الله. بطعيها 5 دقايق تتشرب القطر، طبعا درته وهو حامي. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين السماكة هذه؟